واش عمرك شفتي شي واحد عارف بلي العلاقات ديالو مع شي اشخاص كيستنسفوه وكيعذبوه ومع ذلك ما قدرش انه يحبسها وما قدرش انه يخرج منها؟ من برا كيبان لك بلي الامر ساهل، وكتقول مع راسك مادام ان هاد العلاقه هذه كتستنسفو كتعذبو علاش ما يقدرش انه يخرج منها فاسيلمون. ولكن راه ماشي عند كل شيء سهله، لان كاين بعض الناس بالنسبه لهم الامر اكثر تعقيدا من الواقع اللي انت كتشوفه، لان معظم الاشخاص اللي ما كيقدروش يخرجوا من العلاقه السامه كيكون غالبا عندهم واحد الخوف من المجهول اللي يقدروا انهم يطيحوا فيه الا قطعوا هذيك العلاقه. لان الوحده عند بعض الناس ماشي هي لو فات انهم غيبقاو بوحدهم، الوحده بالنسبه لهم هو واحد الاحساس اللي كيخليهم يتبناو واحد المجموعه ديال الافكار. من بين هاد الافكار انا دائما غادي نقدر نبقى بوحدي، ما غاديش نقدر نلقى شي واحد يقبل عليا لانني انا بوحدي، ما غاديش نلقى شي واحد اللي او شي شخص احسن في علاقه جديده. هذاك الشيء علاش فاش كنكونوا فاس واحد لا ديسيجن الدماغ ديالنا كيبدا كيقارن ما بين جوج انواع ديال الالام، الم المجهول والم العلاقه. هادشي ما كيوقعش للشخص لان هذاك الشخص ضعيف، ولكن لان الدماغ ديالو كيعطي واحد الانتربريتاسيون بالامان على ان هذيك العلاقه راه هي الامان، وخا يكون هذاك الامان فيه واحد الالم. وفي غالب الاحيان ما تنكونوش متعلقين بالشخص، تنكونوا متعلقين بهذاك الالم ديال الفراغ اللي قد يقدر يخليه الا مشى من العلاقه. ولكن هنا الانسان فاش كيبدا كيبني واحد المفهوم جديد، واحد المفهوم واقعي للامان بالنسبه له في الداخل ديالو، فكتولي عنده القدره انه يختار العلاقه اللي كتحترمه ماشي العلاقه اللي هو كيعرفها. ولا عندك شي كيستيون في هذا الموضوع اكتب لي في الكومونتير.